ازاي عملت فلوس بدون مشتركين؟ الحقيقه يا صديقي هو الموضوع سهل جدا، ولكن يعني نقدر نسميه سهل ممتنع. انا من فتره كده كنت عايز اعمل فلوس باي طريقه من اليوتيوب، ودورت لحد ما لقيت طريقه معينه. الطريقه دي خلتني اعمل فلوس وانا ما بعملش اي حاجه حرفيا. فقلت اعمل الطريقه دي وادينا بجرب، يعني مش خسران حاجه. اول حاجه دخلت على قناه، اعمل قناه جديده فيها 0 مشترك، ودورت على اي محتوى يكون الترند فيه عالي جدا. يعني لما اخش عندنا الحظ. لقيت الجيمنج ساعتها منتشر، وبالذات كانت بابجي يا جدعان. وساعتها الهاك اي فيديو هاكر كان بينزل كان بيجيب مشاهدات عاليه جدا. فانا فكرت اعمل حاجه زي كده. فالطريقه هي يا صديقي ان انا اعمل فيديو، تمام، اعمل طريقه تخليني اجيب مشاهده والناس تخش على رابط معين، ومن الرابط ده اي حد يخش عليه اخد عليه فلوس. طبعا بينك وبين نفسك انت قلت كلنا عارفين الطريقه دي، بس الفكره ان احنا مش عارفين ازاي نجيب مشاهدات منها. دي يا صديقي عشان كده بقول لك كمل الفيديو للاخر، لان هنا انا اقول لك ازاي تجيب مشاهدات. قررت ان اعمل 4 قنوات، وعملت شرح لنفس الهاك ب4 فيديوهات كل فيديو لكل قناه، نزلته وعملت الرابط. طبعا عشان اعمل اكسب فلوس من الروابط في موقعين، وساعتها استعملت موقعين بس، وهما موقع EXE وموقع تراي تو لينك. قعدت شهر صديقي مستني النتيجه. طبعا انا ما كانش في دماغي عادي، يعني ما كانش في دماغي خالص. طبعا لما دخلت على EXE طبعا رجعت بعد 30 يوم بالظبط النتيجه. طبعا اصدقائي دخلت على اول موقع هو موقع EXE، لقيت نفسي جمعت منه $20. طبعا ما كنتش متوقع المبلغ ده، تمام. والموقع تورنتو لينك طريقته لينك جاب لي $15 بالظبط، اي بالظبط $35، تمام، في الشهر. يعني قول مثلا 1450 جنيه. وطبعا عشان اسحبه ربطت الباي بال بتاعي. ساعتها الصراحه انا فرحت جدا، لان كنت حرفيا سايب لي فيديوهات تجيب مشاهدات لوحدها وفي نفس الوقت بتجيب لي فلوس. نيجي بقى للمهم، انا عرفت ازاي اجيب مشاهدات، ودي الخبره انا اكتسبتها بعد فتره كبيره في اليوتيوب. وباذن الله الفيديو اللي جاي هعرفك انا ازاي بجيب مشاهدات. طبعا فيها حاجات، فيها اسباب كتير جدا ولكنها كبيره جدا. فالفيديو اللي جاي يا جدعان هيكون دسم جدا، ويكون هيساعد اي حد ناوي يبدا قناه. فما تنساش الاشتراك عشان نوصل ل 1000 مشترك. سلام.